الأخذ بأسباب الوقاية مطلوب، خصوصا اجتماعهم للعيدين وللصلوات الخمس وللجمعة. عليهم أن يتباعدوا في هذه الأيام خشية العدوى، ويكون بين الاثنين فرجة. وأما في غير هذه المناسبة فإن المشروع تزاحم المصلين، وأن لا يجعلوا بينهم فرجا للشيطان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تتلاحم الصفوف يتقاربون ولا يختلفوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا، وأن هذا الافتراق إنما هو مؤقت، ثم يعودون لما شرعه الله سبحانه وتعالى في الصفوف. ويعتبروا كل أوقاتهم، كل وقت لا تعصي الله فيه فهو عيد، كما جاء في الأثر. وعلى المسلمين الاستمرار على طاعة الله، فإن الطاعة تحتاج إلى مداومة، ولا يأخذهم الملل والكسل عن المداومة على طاعة الله وعلى تقارب فيما بينهم، تبادل الزيارات والاجتماع الذي يثمر خيرا لهم ولدينهم، مع الأخذ بالأسباب الوقائية في هذه الأيام خاصة. إذا أرشد المسؤولون عن الصحة أرشدوا إلى التباعد، فهذا من باب الأخذ بالأسباب الواقية، فعليهم أن يتباعدوا فيما بينهم حتى يزول هذا السبب، فيعودون إلى تقاربهم وتلاحمهم، لأن هذا مما شرعه الله سبحانه وتعالى لهم. هذان واجبان: أداؤهم للعبادة مع الأخذ بأسباب الوقاية. هذا مما أمر الله جل وعلا به في قوله تعالى: وخذوا حذركم، يعني من كل ما يضركم احذروه وابتعدوا عنه. ومن ذلك التقارب في هذه الأيام فيما بين المسلمين، فإن المشروع التباعد صحيا، وهذا من ما أوجبه الله عز وجل، الأخذ بالأسباب والأخذ بالوقاية والأخذ بنصيحة الأطباء، كل هذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المسلمين لأجل توفر الصحة لهم ولإخوانهم، ولأجل الأخذ بالأسباب النافعة. وكما يقولون: الوقاية خير من